اولا وقبل اي حاجة مليون مبروك للمنتخب المغربي. انا جايب لحضراتكم النهاردة فيديو للتاريخ، وما احلى صياح وجنون الاعلام الجزائري المدلس لما المنتخب المغربي يفوز وينتصر ويتأهل لدور ال16 من بطولة كأس افريقيا. هوريكم الصياح وجنون الاعلام الجزائري. الاعلام الجزائري اللي هتشوفوه دلوقتي طلع قبل المباراة وتمنى وتوقع خسارة المنتخب المغربي امام منتخب زامبيا. الاعلام الجزائري اللي طلع وقال لك بان منتخب المغرب مش مرشح للفوز بكأس افريقيا. الاعلام الجزائري اللي قال لك بان المغرب النهارده كسب بالتحكيم، تجاهل المغرب وقال لك البطولة من نصيب المنتخب الجزائري. كل ده ليه؟ عشان المنتخب المغربي تعادل مباراة امام منتخب مالي بسبب تراجع مستوى لاعيبة المنتخب المغربي. لكن الاسود لما بيرجعوا لا ما بيشوفوش حد قدامهم. اسمع معايا وشوف صدمة وجنون الاعلام الجزائري بعد الانتصار التاريخي اليوم للمنتخب المغربي على منتخب زامبيا، وخوف ورعب في الاعلام الجزائري وكل منتخبات افريقيا من مواجهة المنتخب المغربي في دور ال16 من بطولة كأس افريقيا. بالله عليكم قبل ما نشوف الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. تابعوا الفيديو ده كامل وانتظرونا في النهاية. فوز تاريخي لمنتخب المغرب في كأس أفريقيا في المغرب، انتصار رائع وأداء عالمي بوجود لاعبين في المستوى العالي، حيث يعتبر المنتخب المغربي المرشح الأول للفوز بكأس أفريقيا. المغرب منتخب قوي ومنظم ومدرب محنك، يعرف كيف تربح المباريات، يعرف كيف تسير هذه الدورات المغلقة. ممكن جدا تفوز بكأس افريقيا. المنتخب المغربي اكثر حضورا فوق ارضية الميدان من الناحية التقنية في مستوى عالي. الفريق المغربي محمد كان يفعل ما يشاء فوق ارضية الميدان. شفنا يعني لاعبين كيف يعني يمرون حسب اللي يعني كاين هناك يعني نوعا ما مستوى عالي. منتخب المغرب عم يعملوا في صمت، رغم ان المنتخب تاعهم يعني ما بينش اشياء كبيره في هذه الدوره هذه يا عمر، ولكن راه يمشي بخطه ثابته، عارفين وين رايحين. هما خطوا باش يمشيوا النهائي، ونظن باللي عندهم حظوظ كبيره باش يمشيوا، خاصه لما نشوف المنتخب المغرب. ربما نقول سمعوا برنامج يعني الاعلام المغربي يستعمل كثير الدعايه وليس الاعلام. نعطيك على سبيل المثال، كانوا يتكلموا كثير على المنشآت والملاعب. حتى كثير هنا من البلاطوات هنا في الجزائر كنت نشوفهم مره في الفيديو طروادي، معناتها يعني تصاميم ليست بملاعب. شوف اللي عندهم، امنوا باللي عندهم. هذا الوجه البرنامج، هذا هو الملعب. شوفوا شكون اللي في هذا الملعب، راه فيه زين الدين زيدان جا جوج مرات. هذا الملعب اللي كانوا يهضروا عليه ويقول لك المغرب ما عندوش ملاعب، والمغرب هذا الملعب واش حفره غادي يتبنى في 8 شهور. شو تبنى في 8 شهور وكمل في 8 شهور، ولاو يجيو فيه الاساطير رابح ماجر، زين الدين زيدان، شكون اخر اللي راه تما، زين الدين زيدان، رابح ماجر، شاب خالد، كاع ولاو يجيو لهذا الملعب. الملعب هذا اللي كانوا يقولوه سيدي بالذكاء الاصطناعي وما يكملش، وكانوا يقول لك حفره، واش هذه الحفره تكمل. ها انت تشوف على برا، هذه على برا الجمهور، ها واحد من الجمهور غادي يصور لك لوطيل وغادي وفرحانين وكذا منا، ويديروا الاشهار منا والاعلام. راك عارفين الجماهير ديالنا هذه هي، ما عندك ما غادي دير لها، قولها واه وصافي، روح معاهم وصافي. عجبني والله الا عجبني. علاش؟ لانه الاعلام نهار كامل هو يسب في المغرب، صحافه الزيكون نهار كامل وهي تسب في المغرب. هذاك نهار شجعوا مالي ودروك يدخل يشجع في الملعب ديالو، هذاك ديالو ملعب مولاي الحسن ديالو هو، ويشجع بوركينا فاسو تبانوا لي ما رضيتوش. معليش هذه عادي، راه يشجع في بلادو يشجع اللي يبغى. انت من شجعت مالي، حنا من شجعنا مالي في القهاوي، ومن صحافه الزيكون نهار كامل يتسب في المغرب، ومن الهداف تخرج برا ولات فضيحه عالميه ديال الهداف، تحرشوا على بلاد باش ينوضوا فيها الفوضى. هذه ما شفتوهاش. شتو هو يشجع بحقه يشجع لانه راه في بلادو، وهذاك الشيء وشوف وقف وانا نستعرف به. واش كان هذاك الفيديو فيه شويه طيح راني نقصته، باش نخلي الفيديو كامل، راكم عارفين المخيار يمكن شاف هذاك الفيديو. ولكن انا عجبني كان يشجع بوركينا فاسو نورمال كيما انت تشجع مالي وتشجع بوركينا فاسو عادي. علاش بغيتو يشجع معاك بالسيف؟ بغيتو وبوحدو وسك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله العظيم الهداف هاجم على المغرب. أنا حطيت لكم الهداف كاع تبادلت الصحف العالمي نهار هاجم على المغرب. القنوات ديالنا هذوك الأرضية اللي خرج تينا والله لا نستعرف بك، تحية لتينا اللي قعر كل شيء وفضح كل شيء. الفيديو ديالو دار 5 مليون، دار البو، دار ترند.
يعني ما عجبتناش هذيك، ما عجبتكمش هذيك الهجمات. هاد ما قلتوش نعطلوا على هذه القنوات الارضيه ولا نعطلوا على هذا صحافه الزيك واللي نهار كامل يتسب في المغرب وهاجم على المغرب، ما قلتوهاش. ولكن من سبطوا واحد ولا هذاك ديال الوداد اللي كان يشجع، ما شوف انا معاهم يشجعوا اللي بغاو، لانه حنا سابقين العيب. نهار مالي شجعنا مالي من الاخر، كاع شجعتو مالي، كاع وقفتو مع مالي. محقو يدخلوا يشجع بوركينا فاسو ونستعرف به من الاخر، لانه الهجومات اللي راهم تلقاوها المغرب مع صحافه زيكو راه حتى لهنا. خيل يقلعوا الاعلام ديال المغرب. كلكم طبعا شفتوا رد فعل الاعلام الجزائري والصدمة الكبيرة اللي هم فيها. اولا مليون مبروك للمنتخب المغربي، فوز وانتصار اليوم على منتخب زامبيا. طبعا مفيش شك كانت مباراة صعبة على المنتخب المغربي، لكن مع الأسود مفيش مستحيل، وده اللي قلنا يا جماعة ما ينفعش غير الانتصار في مباراة اليوم بالنسبة للمنتخب المغربي، لأن انت لازم توصل رسالة للجميع بأن البطولة من نصيبك، وعشان توصل رسالة لازم فوز وانتصار كبير زي اللي تابعناه النهاردة من منتخب المغرب أمام منتخب زامبيا. الإعلام الجزائري اللي احنا شفناه دلوقتي ده طلع قبل البطولة وقال لك ايه، او مش قبل البطولة، قبل مباراة اليوم. قبل البطولة كان بيقول بان الجزائر ومصر او الجزائر والسنغال هتصل للمباراة النهائية، وتوقعوا خروج المغرب من دور المجموعات. الإعلام الجزائري طلع توقع خروج المغرب من دور المجموعات وقال لك المغرب منتخب ضعيف جدا. ما علينا. النهاردة قبل مباراة المغرب وزامبيا الإعلام الجزائري طلع وقال لك إن إحنا هنشجع منتخب زامبيا، وإحنا بنتمنى إن المنتخب المغربي يخسر ويخرج من البطولة. طبعا ده المعتاد بالنسبة للجزائريين، يعني أنا بالنسبة لي ده أمر مش غريب، لأن الإعلام الجزائري الحاقد والكاره على المغرب لا يعمل أي حاجة، وده طبيعي، وده بيحصل كل مباراة بيلعبها المنتخبات المغربية، مش المنتخب ده بس، لا كل ما منتخبات المغرب تلعب أي مباراة بيطلعوا وبيتمنوا وبيتوقعوا خسارة منتخبات المغرب. ما علينا. النهاردة طلعوا قال لك إن المنتخب المغربي ضعيف، وبإن بالأداء ده منتخب المغرب مش هيقدر يوصل لدور ال16. أدى النهاردة المنتخب المغربي بيفوز وبيقدم واحدة أنا من وجهة نظري من أفضل المباريات ليه. منتخب المغرب النهاردة بيقدم واحدة من أفضل المباريات ليه. عايز أقول لكم بس أولا، الناس اللي بتقولك المنتخب المغربي بالأداء ده مش هيعرف ياخد البطولة، موضوع المجموعات يختلف تماما عن الأدوار الإقصائية. يعني الأداء لو دلوقتي بالنسبة لك مش أفضل حاجة، لا مش هيفضل كده. الأداء ده مش هيفضل بهذه الطريقة. الأداء مع الأدوار الإقصائية هتشوف لعيبة غير، وهتشوف حاجات أقوى من كده بكتير، خصوصا بعد ما يرجع أشرف حكيمي ويستعيد مستوى مرة أخرى. لا المنتخب المغربي هيرجع المنتخب المغربي اللي احنا نعرفه، اللي عمل تصفيات كأس عالم واللي عمل تصفيات كأس أفريقيا. ما هي نفس اللعيبة دي اللي حققت مركز رابع في كأس العالم في قطر 2022. مش معنى ان هم تعادلوا مباراة امام مالي يبقى خلاص المنتخب المغربي مستواه ضعيف. لا، ما هو مش كل المباريات بالنسبة لك مضمونة، ولكن مباريات خروج المغلوب انا واثق في لعيبة المنتخب المغربي، لان ما قدامكش غير الفوز والانتصار. وده اللي عارفينه كويس لعيبة المنتخب المغربي، هم عارفين ومتأكدين بان خلاص مفيش غيرهم، او ما ينفعش البطولة تطلع من المغرب. ما ينفعش البطولة تطلع من المغرب ايا كان هيواجهوا مين في دور ال16، حتى الان ما تحددش. ولكن انا اتمنى ان هم يواجهوا المنتخب الجزائري، عشان بس الناس اللي بتطلع تتكلم وبتقلل من المغرب طول الوقت هتشوفوا بقى رد فعلهم هيبقى عامل ازاي لما يواجهوا المنتخب المغربي في مباراة. يعني طول الوقت بيقللوا من المغرب، لكن انا واثق كويس المغرب لو كسب مباراة او في دور ال16
عايز اقول لكم بس من غير مكسب المغرب كل منتخبات افريقيا مرعوبة من المغرب. مفيش منتخب يتمنى يواجه المغرب في دور ال16. شوف انا بقول لكم ايه، مفيش منتخب يتمنى يواجه المنتخب المغربي في دور ال16، حتى لو الاداء انتوا بتقولوا عليه مش افضل حاجة، ولكن كل المنتخبات حرفيا بتترعب من المنتخب المغربي، من اسود الاطلس، من ابطال العالم وابطال افريقيا ان شاء الله بدون مقاطعة. كل الكلام اللي بيتقال ده اركنه على جنب. الرد بالنسبة للاعيبة المنتخب المغربي بيكون في الملعب، وديكوا شفتوا النهاردة مقارنة بالمباراة الأخيرة اللي هي مباراة مالي، لا النهاردة المنتخب المغربي عمل مباراة عظيمة أمام منتخب زامبيا وتأهل تأهل تاريخي. ديما مغرب، أشوفكم في فيديو جديد.